ياسين البساطي يمرر لكواكو كرة عكسها الحظ فأخطأت شبكة بسطارة. فريق النادي القنيطري هنا رد بقوة، وفهد الأحمد يتدخل بكل براعة. هذه كانت إحدى أنذر المحاولات للنادي القنيطري. أما على الضفة الأخرى الضغط كان قويا والتألق كان كبيرا لبسطارة. البساطي جال وسط ومد زملائه في أكثر من مرة بكرات غير قابلة للإهدار. هنا اقتربت المباراة من النهاية وشبك الزوار تأبى أن تهتز. رجل المباراة كان حارس النادي القنيطري. انتهت المباراة ورحل جواد قدار. كانت هذه آخر مباراة في مشواره. 28 سنة، أزمة قلبية عجلت بوفاة قدار مخلفا وراءه ذكرى طيبة لن ننساها لهذا اللاعب.